حالة رضا كبيرة تسيطر على الجهاز الفني بعد التدريبات التي خاضها الفريق أمس، وتأكدوا من جاهزية جميع عناصر الفريق لمواجهة الهلال السوداني، وخصوصا اللاعبين الدوليين الذين ظهروا بشكل مميز في ضربة قوية للمنافس. شكوك كبيرة حول قدرة محمد عبد الرحمن مهاجم الهلال الأساسي في المشاركة أمام الأهلي يوم الثلاثاء المقبل بسبب استمرار معاناته من الإصابة وعدم شفائه حتى الآن. صحف السودان الرياضية تحذر لاعبي الهلال بشدة من خطورة ترك المساحات لأشرف بن شرقي وأسامة أبو علي في مواجهة الثلاثاء القادم، وتؤكد على ضرورة الحذر بشدة وعدم تكرار الأخطاء الساذجة التي حدثت أمام مازيمبي والتي تسببت في خسارة الفريق برباعية في نهاية دور المجموعات. رئيس الهلال السوداني يزور معسكر الفريق بالقاهرة ويؤكد للاعبين والجهاز الفني ثقته الكبيرة واللامحدودة في قدرتهم على تقديم أداء مشرف يسعد الجماهير في المواجهة المرتقبة أمام الأهلي، واستمرار تحقيق نتائج إيجابية تسعد جماهيرهم العريضة وتؤكد على مكانة النادي القارية. ويؤكد عبر صفحته الشخصية عبر فيسبوك أنه لمس خلال زيارته روح معنوية عالية ورغبة قوية لدى الجميع لتشريف البلاد وإسعاد جماهير الكرة السودانية وأنصار الهلال. محمد شوقي يطالب لاعبي الأهلي بضرورة الابتعاد تماما عن أي مناوشات مع لاعبي الهلال في مواجهة الثلاثاء المقبل لتجنب الكروت الملونة التي قد تؤثر على حظوظهم في التواجد رفقة الفريق في الأدوار التالية وتؤثر على تركيزهم خلال اللقاء. محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي يؤكد للاعبي الفريق أن النادي بنسبة كبيرة سيستكمل بطولة الدوري الفترة القادمة مع التصعيد في أزمة القمة، وأنه لابد على الجميع أن يعي جيدا حجم المسؤولية التي تقع عليهم خلال تلك الفترة، وخصوصا أنها فترة حساسة جدا من الموسم وسيحسم فيها بشكل كبير بطولة الدوري وبها مواجهات في غاية الأهمية ببطولة دوري الأبطال. نجيب ساويرس رجل الأعمال الكبير وملك نادي الزد يؤكد أنه لابد أن يحرص الجميع على استمرار الأهلي في مسابقة الدوري، خصوصا أن أي بطولة بدون الأهلي لن يكون لها أي قيمة. مارسيل كولر يؤكد للاعبي الأهلي أن المباراة المقبلة أمام الهلال مختلفة تماما عن المواجهة الذي خاضها الفريق قبل عامين، خصوصا أن الفريق السوداني أصبح يمتلك لاعبين جيدين حاليا ويسير بشكل جيد جدا في البطولة الإفريقية، وأنه لابد من اللعب بمنتهى القوة والاستفادة من عاملي الأرض والجمهور في لقاء الثلاثاء لتحقيق نتيجة مريحة قبل لقاء العودة. مارسيل كولر يبلغ لاعبي الأهلي بدخول الفريق معسكر مغلق ابتداء من الغد للابتعاد تماما عن أي شيء قد يشغل تركيزهم في مواجهة الهلال التي ستقام يوم الثلاثاء القادم. عمرو السولية يظهر مع الفنان أحمد العوضي قبل مواجهة الهلال السوداني بدور الأبطال ويهنيه بنجاح مسلسله، والجهاز الفني يتأكد من جاهزية اللاعب للقاء المقبل بعد المشاركة في التدريبات الجماعية. ميدو يواصل إثارة الجدل في ظهوره التلفزيوني بأحد البرامج ويؤكد أن الكرة المصرية خسرت رجل مهم مثل تركي الشيخ بسبب الأهلي وتعامل مسؤولين مع الرجل المحب للنادي وكأنه ATM يسحب منها الأموال فقط، بعكس نادي الزمالك الذي كان يقدره ويقدر مساعدته للنادي ماليا. فابريزيو رومانو الصحفي الشهير والموثوق ينفي تماما كل ما يصار عن وجود مفاوضات بين انتر ميامي الامريكي ورونالدو حاليا للمشاركة في كأس العالم للأندية رفقة ميسي. توفيق السيد نائب رئيس لجنة الحكام السابق باتحاد الكرة ينتقد بشدة الحكم الهندوراسي سعيد مارتينيز الذي أدار مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي الكاس، وذلك بسبب احتسابه ركلة جزاء من وحي الخيال بعد التدخل الخاطئ من تقنية الفار في اللعبة. وبعض خبراء التحكيم الآخرين يؤكدون أن سيف الجزيري كان يستحق الحصول على ركلة جزاء في اللقاء أيضا. إبراهيم المنيسي الإعلامي بقناة النادي الأهلي ينتقد بشدة اعتذار النادي الأهلي عن المشاركة في كأس مصر في أحد السنوات الماضية مما أدى إلى عدم مشاركته في البطولة العام الحالي وترك منافسيه يستغلون الأمر ويحققون بطولات. محمد شوقي ينتظر الوقت المناسب لتعديل عقد محمد عبد الله نجم الفريق الشاب بعد تألقه الكبير الفترة الأخيرة وحجزه مكان في خطط النادي المستقبلية وسط اهتمام الأهلي باستعارته. علي العبد نجم المنتخب التونسي ولاعب نيس الفرنسي يشيد بمحمد عبد المنعم وإمكانياته الكبيرة ويؤكد أنه ليس مجرد نجم في مصر بل في قارة أفريقيا بأكملها، ولديه كم كبير من الخبرات رغم صغر سنه بسبب مشاركته مع النادي الأهلي في العديد من البطولات الكبرى، وهو ما سيساعده على التألق في الدوري الفرنسي بعد التغلب على صعوبة البدايات وصعوبة التأقلم التي تحدث لأي لاعب يتواجد في بيئة جديدة. ويؤكد أنه مر بتجربة مماثلة عند وصوله إلى فرنسا ويتفهم تماما التحديات الذي يواجهها عبد المنعم حاليا،
لكنه يثق في تجاوزها من قبل لاعب الأهلي السابق وتألقه الفترة القادمة، وأن موقفه سيتغير تماما عندما يتقن اللغة. فريق نادي مسار في الكرة النسائية يكتسح بيراميدز ب11 هدف دون رد في بطولة الدوري اللي يقترب من حسم اللقب لصالحه. بيسيرو المدير الفني لنادي الزمالك بعد مشاركة زيزو بديلا في مواجهة الأمس وتسجيله هدف. زيزو قدم مباريات كبيرة مع منتخب بلاده وكان الأفضل خلال المعسكر الأخير، واستهلك طاقته بشكل كبير بعد مشاركته في المباراتين. وعندما علم بأنه لن يبدأ لقاء سيراميكا أساسيا كانت رغبته هي اللعب، لكنه كان مجهد بشكل كبير وكان لابد أن نحافظ عليه. وأرى أن مشاركته في 30 دقيقة بشكل بدني كامل أفضل من مشاركته لمدة 90 دقيقة، خصوصا أنه قد يتعرض للإصابة لو شارك أساسيا وهو يعاني من إجهاد. ونفس الأمر بالنسبة لمصطفى شلبي. زيزو لاعب في الزمالك حاليا ولا أركز في مسألة تجديد عقده، وهو يمتلك شخصية قوية ويحارب حتى إذا لم يبدأ أساسيا، وليس من السهل أن تشارك بعد فترة قصيرة من المشاركة مع منتخب بلادك. ولا يستطيع أحد انتقاد زيزو ولا أريد أن يقلق عليه أحد.